لو ما شُفتش الأقسام اللي فاتت من حكاية شين، فروح شوفها علشان تفهم الدنيا. في القسم اللي فات شُفنا شين بعد ما قدر إن هو ينهي طريق الإمبراطور ورفع من قوته، وبمساعدة المياه الروحية قدر إن هو يحوّل ياو لجنية. بس الإنجازات دي كلها خلّت القوى الكبرى تخاف من شين وقوته، عشان كده راح الأمير ال14 يتحدى شين في مسابقة حياة أو موت، وعلشان شين مسح بكرامة البلاط قبل كده بيوافق إن هو يتحداه بدون أي مشاكل. بس اللي ما يعرفوش إن المعركة دي هتكون مخبية له حاجات ما كانش متوقعها أبدا. ودلوقتي عاوزك تجيب حاجة حلوة زيك كده وحش الشاشة وتعالى كمل معايا الحكاية علشان تستمتع في النهاية. ودول أصحاب التعليقات المميزة على الفيديوهات اللي فاتت، مش هطول عليكم زي العادة. إن شاء الله هيتم تقسيم التعليقات نصين المرة دي، يعني في البداية هتلاقوا عدد التعليقات اللي قدامكم ده، وفي نهاية كل فيديو هنضيف تعليقات أكتر علشان نضمن إن إحنا جبنا أكبر عدد من تعليقاتكم. فلايكك الجامد وتعليقك الحلو هيساعدنا على الانتشار. ومعلش عشان طولت عليكم، يلا بينا نبدأ. بنشوف بعدها الشباب عند مكان التحدي واللي بيكون فيه عدد كبير من المحاربين الأقوياء في الساحة، بس أول لما بيشوفوا شين الكل بيحقروا فيه، وده علشان هو ضعيف وما يستاهلش يكون هنا حتى. المهم بيجي ال 14 ومع أبوه باع عيلته. وهنا أنا عارف إن أنت تسألني سؤال بديهي، مش المفروض إن ال 14 ده وباقي إخوات شين من أب واحد؟ أحب أقول لك إن حتى أنا ما أعرفلهمش ملة. المهم بيحاول الأمير ال 14 إن هو يخوف شين علشان ينسحب، بس شين مش بيفرق معاه الكلام ده. أبو الأمير بيقول له إن الكلام ده مش مهم دلوقتي، فبمجرد ما هيموت هيتم تحديد مين الطفل ومين اللي يستحق يكون الإمبراطور الحقيقي. ساعتها بيجي الحارس المقنع بتاع المكان عشان يبدأ المعركة، فبيطلب من الاتنين إن هم يدخلوا علشان يستعدوا، وبعدها بيبدأ يعرفهم القواعد. فطالما المعركة بدأت مش هينفع تتوقف غير لما حد فيهم يموت، بس لو حد فيهم قرر يستسلم أو سقط يقدر الخصم إن هو يحدد مصيره، فيا إما يسيبه يعيش أو يكمل قتال لحد ما يموته. بيروح بعدها شين لساحة المعركة وبيبدأ يستعد علشان يواجه خصمه. وخارج الحلبة بيجي مسؤول الرهانات المكان عشان يلم الرهانات بتاعة الموجودين، وعلى طول بيبدأ الكل إن هم يصوتوا للأمير ال 14 ومحدش بيروح يصوت لشين، وده بيخلي المسؤول يستغرب من الوضع. فلو محدش راهن على شين محدش هيستفاد أي حاجة. وهنا بيجي شينجا عنده وبيقول له إن هو مستعد يراهن بكل ما يملك على فوز شين، وعلشان تعلي عليه بتروح بقى تحط جزر العايمة بتاعت شين في الرهان برضه. مسؤول الرهان بيكون مشروم من الكلام ده، بيقول لها يا ست هانم انت متأكدة من اللي انت بتقوليه ده؟ وبعدين انت ازاي هتراهني بجزيرة اصلا؟ فبتطلع باي ختم الجزيرة اللي معاها، واللي بيطلع ان هو الجهاز الوحيد اللي بيساعدها تتحكم في الجزيرة بشكل كامل، وده بيكون كافي يخليها تراهن بالجزيرة كلها. الامير السابع بيوصل ليه كل اللي حصل وبيكون مصدوم ان شين قرر يراهن بشيء بالاهمية دي كلها، فبيقرر ان هو يراهن بعناصر كتيرة جدا علشان ياخد الجزيرة كلها لما يكسب. بروح بعدها لساحة المعركة وبتشوف الامير بيطلب من شين ان هو ينسحب قبل ما يبهدله. شين بيقول له ما تبطل الشويتين بتوعك دول وخلينا نبدا. الكلام ده بيعصب الامير جدا وبيروح يهجم على شين بكف الطاقه بتاعه، فبيحاول شين ان هو يطلع الجوهره بتاعته بس بيتفاجئ ان هو مش قادر. الامير بيقول له ما تحاولش تعمل اي حاجه، فالمكان ده بيمنع خروج الاسلحه الشخصيه، فطالما هم في الحلبه دي لازم يعتمدوا على قوتهم الجسديه. وطبعا الواد فاكر ساعتها ان هو خلاص تفوق على شين، بس شين مش بيكون فارق معاه الكلام ده. بيقول له انت عارف ليه انا كنت بستخدم الجوارة اكتر حاجة؟ صدقني انا كنت بعمل كده علشان دي كانت الحاجة الوحيدة اللي لو استعملتها انتم مش هتموتوا. وعلى طول بيروح شين مفعل جسد النار بتاعه وبضربة واحدة بيرقد الامير ال 14، فبيحاول الامير ان هو يرد الهجوم بتاعه، بس شين بينزل عليه بيفرتكه. الكل ساعتها بيتصدموا من الوضع، فعلى الرغم ان الامير ال 14 اعلى من شين في مستوى الصقر، لكن شين مسح بكرامة امه البلاط. وبسبب الوضع الحالي بيقرر الامير ال 14 ان هو يستخدم اقوى تقنياته علشان يخلص على شين. وفجأة بتبدأ طاقة عظيمة جدا تدخل في جسمه لحد ما بيكبر حجمه وبيتحول للشكل الكامل بتاعه، وبيطلع ان دي التقنية الكاملة لعائلة الخنزير الذهبي، جسد اللورد الكامل. المهم بيهجم الامير ال 14 على شين بالجسد بتاعه وبيقدر ان هو يبعد شين لمسافة بعيدة، بس شين مش بيتأثر خالص. فبيهجم الواد على شين بقوة اكبر، بس برضه مفيش اي حاجة بتحصل. فبيفضل الامير ينزل ضرب في شين لحد ما شين بيزهق من الوضع وبيقرر ان هو ينهي المعركة بضربة واحدة. الامير ال 14 بيوصل ساعتها لقمة غضبه وبيهجم على شين باقوى هجمة عنده علشان يخلص النزال، بس المفاجأة ان شين مش بيتأثر خالص. وهنا بيستخدم شين الجذر اللانهائي بتاعه وبيسدد لجمة مدمرة بيبوظ فيها الامير ال 14. اللي حصل ده بيجنن الامير ال 14 جدا وبيخليه يتحول لشكل العملاق اللي انت شايفه ده. الامير بيقول لشين ان هو دلوقتي فرصة فوزه بقت معدومة، فدلوقتي قوته الجسدية بقت اكبر ب10 اضعاف ومستحيل يكسب عليه.
عليه. بعدها بيروح يهجم على شين علشان يموته، بس شين بيقدر ان هو يتفادى الهجمة، وعلى طول بيستجمع شين طاقة النار القنبلية بتاعته وبيفجر امه. اللي حصل ده بيفاجئ الامير جدا، فعلى الرغم ان هو اعلى منه في مستوى الصقر، لكن شين قدر ان هو يتغلب عليه بكل سهولة. وبسبب الوضع اللي هو فيه بيطلب الامير من شين ان هو يسيبه يعيش، بس شين مش هيحل حد النهارده. طبعا الواد بيترعب من الوضع، وعلشان ينقذ نفسه بيقول لشين ان هو مستعد يقطع اتصاله بالرمز الامبراطوري، وده معناه ان هو يتخلى عن فرصته في السباق الامبراطوري. طبعا شين بيوافق على العرض ده. بعدها بيبدا الامير ال 14 ان هو يتخلى عن صلاحياته، فبيبدا شين ان هو يحس بطاقه عظيمه جدا بتدخل في جسمه، واللي بتبدا ترفع من صقله بشكل كبير جدا. وبعد ما بينتهي كل شيء بيجي الحارس بتاع الحلبه وبيعلن انتهاء النزال، فبيروح شين عشان يخرج من المكان، بس بيتفاجئ بالتماثيل الحجريه دي قدامه. ولما بيدخل عشان يشوف التماثيل دي فيها ايه، بيلاقي ان هو حصل على تقنيه روح من المستوى الاسطوري. اللي حصل ده بيخلي شين ينبهر جدا، لان تقنيه الروح شديده الصعوبه ونادره جدا في العالم. ساعتها بتبدا التماثيل اللي قدام شين انها تتكلم معاه، وبيطلبوا منه ان هو ينحني ليهم علشان يدوله سر ازاي يكون الامبراطور الاعظم. شين في البدايه كان هيسمع كلامهم، بس لما فكر فيها لقي ان العيال دي بتبيع كلام على الفاضي. فعلى الرغم ان هم كلهم شخصيات عظيمه، لكن مفيش ولا واحد فيهم قدر يكون امبراطور حقيقي. وبسبب تصرفاته بتبدا التماثيل ان هي تروح تهجم على شين، وبدون تفكير بيجهز شين نفسه علشان يكسر ابوها. بس قبل ما يكمل شين هجومه التماثيل بتتوقف مكانها، وهنا بيجي الحارس المقنع اللي شفناه قبل كده وبيهني شين على انهاء اختباره بنجاح. فبيستغرب شين من الوضع وبيسال الراجل عن سبب الاختبار ده. الحارس بيقول له ان الاختبار ده موجود علشان يحدد مدى ثقته، فصيد الاباطره لازم يكون شخص فخور ومستبد. بس مش المقصود هنا ان هو يكون مستبد بمعنى ان هو ظالم، وانما شخص بغض النظر عن الظروف والاسماء دايما كرامته هتكون فوق كل شيء. وعلشان كده هو من القله القليله اللي قدروا يجتازوا الاختبار بدون اي مشاكل. بعدها بيبدا الاباطره القدامى ان هم يدوا المكافاه بتاعت شين، واللي على الرغم ان باين انها قويه جدا، لكن شين مش بيحس باي حاجه مختلفه. فبيقول له الحارس ان اللي هو اخده من شويه اسمه حظ الامبراطور، واللي يعتبر حاجه عظيمه جدا وهيحتاجها بس مش دلوقتي. فبيشكروا شين على المكافاه دي، وبعدها بيمشي من المكان. بيخرج بعدها شين والامير ال 14 من الحلبه. الاب ساعتها لما بيشوف ابنه بيروح نازل عليه ضرب لحد ما بيعجنه، فبسبب اللي عمله خسرت عائلته فرصه الوصول للمنافسه العظيمه دي. بيرجع بعدها شين للبيت علشان يبدا يتمرن، فبيلاقي ان الطاقه الروحيه بتاعته زادت بشكل مرعب. ولما بيبص على الجوهره بتاعته بيلاقي ان المهاره الروحيه اللي اتعلمها طورت الجوهره بتاعته لجوهره روحيه. فبيقرر شين ان هو يجرب حاجه دلوقتي، وعلى طول بيروح مطلع ممتص الارواح اللي اصطاد في القسم اللي فات وبيبدا يمتصه، وده بيخلي الجوهره تمتص في قوه الوحش لحد ما بتتحول لدوده ملظلظه زي ما انت شايف كده. وفجاه بيجي شينج المكان عند شين وبيقول له ان معاه 3 اخبار مهمه جدا. الاول ان باقي الخنزيره حولت كل الفلوس اللي كسبوها الفاكهه علشان تاكل في ابوها. اما الخبر التاني فهو ان الامير الثالث قدر يخترق لمستوى قريب من المستوى السماوي، وقوته دلوقتي بقت اعلى بكتير من قوه شين، وده خلاه يحصل على تأييد كبير من المحاربين بتوع الطائفه ورفع من قوته. فبيستغرب شين من الوضع، فعشان الامير الثالث يرفع من قوته بالشكل ده هو محتاج موارد ضخمه جدا. شينجي بيقول له ان الموضوع مش بالصعوبه دي، بالذات لو كان موجود فيه سيد جزيره هو اللي بيرعاه. ففي 7 جزر ب7 اسياد كل واحد بيعين محارب، وده علشان يعلمه لحد ما يكون محارب عظيم يمثل قوته. السيد اللي مع شين يعتبر الاقوى ما بينهم، على الرغم ان السيد اللي مع شين هو الاقوى ما بينهم، بس ده مش معناه ان باقي الاسياد اقل منه شأنا. اما بالنسبه للخبر الثالث فهو انتشار موت الامير ال11 في المهرجان اللي فات، واغلب الشائعات بتقول ان شين هو اللي عمل كده. شين طبعا عارف ان الامير ال14 هو اللي نشر الاشاعات دي، بس بيضطر ان هو يستنى لحد ما يشوف هيعمل ايه. ساعتها بيجي واحد من الامراء المقربين لشين المكان، واللي بيطلع الامير ال16 اللي اسمه بارك. المهم بيجي بارك عندهم وبيقول لشين ان هو عازمه على حفله كبيره بمناسبه الانتصار العظيم بتاعه. فبيقول له بارك على مكان الحفله، وبعدها بيتبخر من قدامه. طبعا شين بيفهم ان بارك جاي عشان يلم الفلوس اللي جمعها، فبيسال شينج عن مكان المدينه اللي هيعمل فيها الحفله دي. شينج بيقول له ان مكان الحفله في مزار سياحي فخم جدا، وده بسبب الاساطير الكتير اللي بيتحكى عنها. في الماضي قدر احد المحاربين القدماء ان هو يحصل على جذور خاصه وخلته واحد من اقوى المحاربين في القاره. فبينبسط شين من الكلام ده، لان كده ممكن يلاقي مكان يسجل دخول فيه هناك. المهم بيروحوا الاتنين عن مكان المدينه، بس في طريقهم بيتعرضوا لهجوم من ضفدع شيطان عملاق بيبلع شين. بينزل ساعتها شين في معدة الوحش ده وبيبدأ يشوف هيعمل معاه ايه. بيقول له انا عمري
لما دخلت في بطن ضفدع قبل كده، حظ امك ان انا هجرب عليه كل حاجه النهارده. شينجي ساعتها بيكون بيقاتل الضفدع علشان يحاول يطلع شين، بس مع الاسف البتاع ده بيكون قوي جدا وبيكون قرب يموته، لحد ما فجاه بيلاقي الضفدع نفسه اتقلب على بطنه. طبعا شينجي بيستغرب من الوضع، بس اللي ما يعرفوش ان شين نزل ضرب في الضفدع ولا كانه كيس ملاكمه. المهم بعد ما شين بيبوظ الضفدع بيطلب منه ان هو يخرج من بطنه، بس شين طبعا بيرفض الكلام ده، بيقول له اخرج منين يا عم انت احسن كيس تدريب قابلته في حياتي. الضفدع بيقول له كيس تدريب ايه يا عم، الله يخرب بيتك هتموتني. بس شين مش بيكون عايز يطلع عشان اللعبه عجبته. الضفدع بيقول له ان هو لو موته هيتحبس هنا ومش هيعرف يخرج، فبسبب جسده السميك المكان ده هيتحول لسجن ليه، ولو ما ماتش من الاحماض اللي موجوده في معدته اكيد هيموت من قله الاكل او الهواء، فالافضل ان هو يخرج دلوقتي. بس شين بيقول له عنك يا صاحبي انا هعرف ازاي اخرج من هنا لوحدي، فبيطلع شين الابره اللي خدها من الاميره ال 14 قبل كده وبيروح راميها على الضفدع وبيطلع منه، وبعد ما بيخرج بيشكر الضفدع ان هو ما موتوش. بس شين بيقول له ومين قال لك ان انا هسيبك يا حلو، وريني شكلك الحقيقي والا هخلص عليك دلوقتي. الضفدع ساعتها بيترعب من الوضع وبيقرر ان هو يسمع كلامه، وهنا بيتحول الضفدع للشكل البشري بتاعه وبيطلع ان ده الامير ال 12. فبيستغرب الامير ال 12 من اللي حصل وبيسال شين ازاي عرف هويته، فبيقول له شين ان انا ما عرفتش حاجه بس حسيت ان في حاجه غلط في الوضع، فايه فرصه ان انا اقابل ضفدع سحري بيتكلم علشان ياكلني مخصوص، ولا انت ايه رايك يا صاحبي؟ المهم بيسال شين عن سبب وجود الحمار ده في المكان ده، فبيقول للامير ان هو فضل في المكان ده علشان يخلص عليه بما انه الاضعف ما بينهم. شين ساعتها بيجي له لاج من العبط ده، بيقول له ازاي انا الاضعف يا ابني، انا لسه ماسح بكرامه ال 14 اتبلاط قدام الناس. الامير ال 12 بيقول له ان هو ما يعرفش حاجه عن الكلام ده، فهو فضل هنا لاكتر من نص سنه علشان ما حدش يعرف مكانه. شين في البدايه كان هيصدقه بس بيحس ان الموضوع في حاجه غلط، فايه الصدفه الغريبه اللي تخليهم يقابلوا الامير ال 12 وهم في طريقهم للامير ال 16؟ طبعا الموضوع ده مش صدفه وانما دي مؤامره كبيره جدا، مؤامره مش هتخلص غير لما حد يخلص على كله ويسيطر على كل شيء. وبس دي نهايه الموسم الاول من حكايه شين. انا عندي حلقات كتير من المانهو دي بس الدعم نازل عليها، فهبدا ادور على حاجه جديده انزلها ليكم في العيد، بس ده مش معناه اننا هنوقفها طبعا لا، فلو وصلت اول قسم من الحكايه ل 10000 لايك هنزل لكم القسم الثاني ان شاء الله. وشكرا لاصحاب التعليقات المميزه والمنتظمين على الفيديوهات اللي فاتت، علشان العدد الكبير والناس اللي عاوزه تطلع في الفيديوهات باذن الله هحط تعليقات قبل وبعد نهايه كل فيديو، وده علشان يكون معانا اكبر عدد من المتابعين في كل مره. فلو عاوز تطلع معانا اشترك في القناه واكتب تعليق وان شاء الله هتطلع معانا في الفيديو، واشوفكم على خير باذن الله. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟